هذا المكان اليوم راح نبات هنا. اول ما جاني قد كيوت، جانا خطيه، جانا ركض يستقبل الخطار. نجي لهواي اماكن مال المزارعين، الحلوه عندهم انه يقول لك اطبق شوف يا مكان تحبها، يعني ممكن واحد يطبق بيه. احنا طبقنا هنا واكو هواي طبعا، احنا واربع سيارات ثانيين ما ثلاث سيارات ثانيين موجودين، وانطونا قائمه. القائمه انه مثلا شنو الشغلات اللي موجوده هم عندهم تقدر توصي، وما يرد من عندك فلوس، بس يقول لك اشتري هذين الشغلات من عندنا. لا تشتري ما اريد فلوس من عندك لان طبقت هنا واستخدمت المي مالتنا وتكرمون الحمامات والامور هاي. المهم احنا وصينا عندهم لحم غزال همينه. مستغرب من هذا الشيء. طبعا هاي كل الامور هم يسووا، لحم غزال، لحم بقر، خبز، بيض، هالامور شغلات كلها موجوده عندهم. وصينا الباكر احنا لحم بقر، لحم غزال وخبز نتريق بيه. مشوق اللحم الغزال، خلي اشوف طعمه شنو، لان هم صياده هم يمكن. راح نعطيهم هالورقه هاي ورخيص، يعني سعر كلش مناسب وحلو. اصبحنا واصبح الملك لله. اجواء المناظر الطبيعية هنا سبحان الخالق، يا الله والله ما اعرف. غيوم شلون اقول لكم انه غابت جاي تدخن بسبب الحرارة او هيجي يطلع من عندها مال الرطوبة على ما اظن. المكان اللي احنا بيه هسه مكان مال مزارعين، ذكرت لكم اكثر من مرة انه دائما احنا نجي لهاي الاماكن عندهم شغلات هم يبيعوها. زين هسه احنا وصلنا من عندهم لحم مال غزال. اللحم مال غزال شلون مسوينه؟ مقطعينه قطع صغار يسوونه من خلال الدخان. ما اعرف موجوده هذه شغلات ببلداننا وبلدان العربيه. شيء كلش راقي، يكون طعم وشكل كلش طيب. هذا يكون شكله، شوفونه طعمه خرافي، يجي مالح شويه بس طعم جدا راقي. هو هذا وخبز، الخبز ما لحقت عليه اكلناه جوعانين كنا. اللي عندهم شنو المزارعين اكثريتهم عندهم ابقار مثلا او شو اسمه طليان برفان يمكن يسموها بالعربي. دائما نشتري من عندهم مثلا. هم من يقولون انه احنا ما نريد من عندكم شيء، هذا مثل مساعده لنا انه انتم تشترون من عندنا، واحنا همينا بالنسبه لنا مساعده انه هم يخلونا نبات يمهم. زين الاماكن احنا ليش دائما ندور هاي الاماكن؟ اولا الاكل اللي ناخذه من عندهم اكل دائما يكون طازج. ثانيا موجود كل شيء، ماي موجود، متوفرة كل الامور اللي نحتاجها. زين كواحد من يجي يخيم هسه مقتلينا جاي تحضر الاكل، لان راح نطلع تقريبا مسافة ساعتين ونص او 3 ساعات حتى بالطريق بعد ما نوقف. زين نروح لمكان ثاني. برنامج هذا ذكرت اكثر مرة، راح اللي عايش بالنمسا وعايش باوروبا يقدر يستعمل، حتى بالمانيا موجود. وهذا البرنامج شو اوفسلاند موجود بالنمسا، موجود بسلوفاكيا، موجود بايطاليا. يعني تقدر تخابرهم تقول لهم انه اليوم اكو مكان يمكن فارغ، يقول لك ايه تعال. زين وتروح يمهم بس تشتري شغلات اللي موجوده عندهم، حليب، لبن مثلا، حسب الشغلات اللي موجوده. هاي الابقار اللي عندهم شلون مستغرب. موجود عندهم ابقار ويكرمون خنازير. طبعا هنا يحبون الخنازير. البارحه كانوا هنا عائله الجهال اجوا ركض يلعبون وياهم. على ما اظن ذني خنازير بريه، لان بينات عليهن صغار. الخنازير هم الخنازير الطبيعيه اللي هم ما اعرف شو يسموها، يكون شويه اضخم وشكله غريب. بس على ما اظن هذا بري، على ما اظن. موجود عندهم خنازير، بطات موجود عندهم، دجاج موجود عندهم. شلون حياة عايشين حلوة، شلون مناظر طبيعية وجميلة. تعيش بيك حياة وبيك مكان ما تحس بالتعب والله. وهذا البئر مال مي اللي نستخدم من عند المي. طبعا بئر ما يوقف. بئر النمسا معروفة بالمي مالتها. كمية المي اللي موجودة بالنمسا زين مو طبيعي ما شاء الله عليها. ميها صافية، هذا المي صافي يعني.
سميت هايكس دو ماسك من وسط الشلال. جينا هاك واحدة من الشلالات اللي مليانة بسالسبورغ، اختارينا واحدة من عندهن. الشلال هنا جاي له برودة، هسه اللي واقف اني فشي غريب. اكو مكان ما حتى ما تخييم موجود جوا، واحد يقدر يخيم هنا قريب زين، والاجواء هنا فشي خيالية. يقولون هنا يعني مسافة مو كلش بعيدة للشلال، طريق صغير واحد يقدر ياخذ له جولة صغيرة من نص ساعة ونص ساعة. لازم واحد يفكر يقول لك خارج الصندوق. جاي يشوفون العالم هنا هوسه كلها هنا واقفة على مود الصور. هناك مكان استراتيجي وخيالي للصور، بس شوفوا ما حد من عندهم يريد يصعد فوق هناك وياخذ صورة واحدة ويا هذا المنظر الخيالي. شايفين هذا الشلال ايش كبره من هذا الينبوع اللي جاي من الجبل، يجي هنا ينزل سبحان الله من جوا الجبل يصير هذا الشلال العملاق. هسه جينا المكان بعد الشلال تقريبا 5 دقائق هو 10 دقائق من الشلال. الشلال كلش معروف بس هذا المكان مو معروف. جينا هنا نهر زين، نهر كلش حلو ومكان احجار، يعني احجار عملاقه. راح تشوفون المنظر شيء خرافي. وقنا سياره هنا. اهم شغله عندي هاي على الطاقة الشمسية نشحن، لأن نحتاج الكهرباء دائما، تشحن التليفونات، تشحن الكاميرا والأمور هاي. ناخذ كل العدة مالتنا. احتمال راح شوية نمشي بالنهر لأن مو كلش غميج، واحد يقدر يسبح يتمشى بالنهر، تمشي على طول النهر مثلا. خلينا نشوف راح نطب المغامرة هاي ونعيش الأجواء شنو موجودة هنا والله. وأكيد كلش ضروري تكرمون هذا الحذاء، واحد يقدر يمشي بالماي زين يعني عادي. هذا المكان أكثر شيء يجوا جماعة الباسكلات أو أهل المدينة أو المنطقة اللي هنا قريبين، لأن صراحة مو كلش معروف. بس احنا قبل جاي واحد بالباسكل هنا فقال لنا قلنا نروح لهذا المكان كلش حلو. تشوفون الأحجار شلون مشققة كلها أو متكسرة كلها من الماي. أكيد الماي كان واصل لهنا، هاك وصل الماي لحد الآن يجري منه. منظر خيالي. سبحان الله انه شلون الماي مسوي لوحة فنية، سبحان الخالق. تشوفون منظر من الخيال ولا اروع. يا الله درجة الحرارة الماي 12 14 15 ثلج. شايف مدخل الماي بالفريز، ورا ساعة او ساعتين نطلع على البرودة، والله نفس البرودة. بس شنو الجسم يرتاح نفسيا، شنو الجسم يرتاح نفسيا، المهم راحة نفسية والله العظيم. يا الهي جينا من هناك هسه. شلون منظر يا الله، البيت هذا مكان خيالي. جاي نريد نطلع منه بس ماكو طريق مسدود، يعني ماكو لا نقدر نصعد من هنا ومن هناك من الجبل، يعني ماكو شلون نقول لكم
كلش منحدر قوي، لهذا السبب احتمال راح نغير طريق مالتنا نطلع من فوق. هاي جينا من هنا، قبل شوي كنا هناك جوا بس ماكو طريق للاسف. بالضبط كنا جوا الجسر كنا، بس المشكلة ماكو طريق، قلنا لازم نصعد من هنا من فوق لين حبينا من ما نمشي شوي صعب والله. اختصرنا هذا الطريق، طريق امنه يعني زين ماشي الحال، وصل غابات شلون جو منظر يا الله. هذا الجسر اللي عليه احنا اقدم جسر بهاي المحافظه بسالسبورغ، اكو هواي من عندكم يعرفون سالسبورغ، مشهوره بهواي امور لها ومناظرها طبيعيه. بنيت عام 1613، اقدم جسر. وصلنا لنهايه الطريق، الشلال هذا وبعد ورا الشلال ماكو شيء، يعني حتى طريق ماكو واحد يكمل الطريق يطلع من هنا مسدود، درينا كل المكان، ماكو طريق نكمل بس اجواء والمكان يا الله، شيئا من التوت البري يا الله جماله لذيذ، مزيد من التوت البري. ادري شلون ايش والنخ اوبن. Naja, geht. Die ganzen Berge sind noch besser. Die war gut, die ich dir gegeben habe. احنا جايين هسه جبنا ويانا موطه، طبعا كان عندهم شو اسمه موطه بالبقلاوه، اول مره اسمع بيها واول مره اشوف بيها، راح نذوقها والله شوف طعمها صدق طعم بقلاوه. هم طبعا حاطين وحده، حاطين بقلاوايه وحاطين طبعا الفستق الحلبي او فستق عظم احنا نصيح له، وحاطين رقاصه شرقيه ترقص عربي زين، وهنا كاتبين بقلاوه ميد ان اوستريا او العفو سالسبورغ اللي هي المحافظه اللي جبنا من عندها الموضه. صراحه طعم مو ذاك اللي عجبني لان كلش حلو مثل بقلاوه، اكيد بقلاوه منه كلش حلو، هو حاطين بيه مكونات البقلاوه طبعا هواي شغلات زين، يعني طعم لا باس فيه، انا ما احب الحلا هواي فكلش حلو ما حبيته. وهذا الثاني نمساوي، يعني موطه نمساويه او اكثر شلون نقول لكم طبخه نمساويه بالحلويات معروفه زين ومشهوره، اللي هو يجي الكيك وهذا نوع من الفواكه مثل الكرز، هو كرز ومثل الكرز من اكو نوع من الفواكه ما اعرف اسمه بالعربي والله. هذا اسمه هنا شفارتز فيلده، بس شفارتز فيلده كيرشه، هذا اسمه هنا شفارتز فيلده كيرشه زين. وهم انا بنيه نمساويه عم تطبخ لكم، هذا حبيته طعمه طيب والله. مقدرين هسه تقول الهدف من عنده انه شنو هو مكونات مال كيكه زين يحولوها الى موطه، بس شلون البقلاوه مكونات البقلاوه يسووا موطه، وهنا هم نفس الشيء مكونات كيكه اسمها شفارتز بيلده كيرشه زين محوليها الى موطه، يعني طعم لا باس به، هذا كلش طيب اطيب من ذاك والله. منظر يا الله، تدرون واقف هسه اني وجاي يتمشون غزلان هناك، تشوفون الغزلان سبحان الله، هاي الطبيعة شلون منطيتهم هالجو هذا والمنظر الخيالي. المغامرة اليوم عشناها او الفلوق اليوم عشناه جدا راقي وخرافي، من الشلال الى لحد النهر وبعدين الشلال الثاني الصغير، واكثر شيء عجبني بالفلوق مال اليوم النهر، الاحجار اللي موجودة سبحان الله كأنما لوحة فنية مرسومة، شيء من الخيال، طبيعة يعني شغلات موجودة هنا بالنمسا سبحان الله والله العظيم. قبل شوي قلت المقدري همينه قلت لها هالقد ما اجواء ومناظر طبيعيه خلابه وحلوه، واحد يحير شي يصور بعد، اخر شي وقفت عن التصوير لين مليت. اجواء خلابه، المنظر اللي واقف فيه انا اشوف المنظر اللي وراي. اليوم احنا هنا راح نبات، خالين الميز هناك غزلان اكو جاي لعبن، خالين الميز هسه
راح نطبخ شنو؟ راح نطبخ شويه زين. شغلات اشتريناها، لحم مال بقر اشتريناه من مزارع، يعني لحم طازج. اليوم راح نطبخه هسه لان جوعان، كلش جوعان بعد كل هالجوله اللي مشيناها وهالامور هاي. راح نطبخ حتى ناكل زين وينتهي الفلوق اليوم ان شاء الله. هنا مبيتنا راح يكون هنا شويه صارت هواء وعاصفه، ان شاء الله ما تقوى لان الهواء كلش عدونا، بس مطر ما مطر بالعكس يلطف الجو مع المغامره. والسؤال لكم، شنو اكثر شغله عجبتكم ولفتت انتباهكم؟ كتبوا لنا بالتعليقات، ان شاء الله يوم من الايام تجربوها اذا هنا بالنمسا او بلد من البلدان تكون شيء مقارب الها وتستمتعون بيها. لا تنسون اللايك، المشترك بالقناه اشترك بالقناه، واقول لكم في امان الله.